الشيخ عثمان طه خطاط المصحف، الله يكتب أجره ويجزاه خير. إخوانكم متخيلين الأجر العظيم؟ الله يكتب أجره. صلوا على النبي. سلام عليكم. الآن يا إخوان طالعين من الزواج الساعة 11، الله يكثر خيرهم ويجود عليهم. رحلة 11:30 في القطار، يا رب نلحق. صلوا على النبي. سلام عليكم يا إخوان. أنا الآن زي ما تشوفون في المطار، بروح على جدة وباخذ تاكسي من جدة إلى مكة، ولا باص ولا أي شيء، وزيد أخذ سيارتي من مكة، لأن أنا وقفت سيارتي في مكة. كيف كذا يا أبو سيد؟ الفكر يا إنسان لو أطلقته عاد إيش أسوي؟ ما في رحلات من الطائف. الموقف البايخ اللي حصل، سواق قال التاكسي اللي يعني قلت كذا تطبيق، طلبته وجاء الله يجزاه خير. أنا حاط المطار ورحنا وتكينا كذا في حار، هو يطالع فيه وأنا طالع فيه. أنا أقول هذا يبغى يخطفني ولا وش يبغى؟ قال أنت تبغى تريح هنا؟ قلت له أنا أريح هنا، ما تي بيوت مسلمين، بيوت ناس يعني، ما فيها فندق ولا. بعدين أنا أبغى المطار. قال أنت حاط له موقع هنا، وطالع وإنه حي المطار. قلت لا والله آسف، وطلع رجال محترم. بغيت أعطيه كذا يعني، أبغى أحاسب لأنه بيزيد يودي المطار، أبيت أقدر أحاسب. صرت في أخص موقف يعني، السالفة للبيع لأعلى سوم. صلوا على النبي. سلام عليكم. تسوم؟ تسوم السالفة؟ نسوم ليش لا؟ كم بعد؟ نص ريال. ما نص ريال. صلى على النبي. سلام عليكم. وفي الختام يا اخوان، كل من يعني قابلته وسلمت عليه وكل اللي ما مداني اسولف معه، والله العظيم اني مستعجل جدا جدا. كنت على اساس اني الحق القطار، ولا لحقت القطار ولا سولفت مع الناس. ذكرت سالفة الغراب والحجل. فاضيين يا اخوان اقولها، يلا بسم الله. يقول لكم كان يا مكان في قديم الزمان وفي سالف العصر والاوان، جاء الغراب يبغى، شاف الحجلة تمشي ومشيت الحجلة يا زينها، قال أبغى أقلد الحجلة في المشي. فجاء الغراب وبسم الله جاي يبغى يقلد الحجلة وينقز كل شوي ينقز، ما يعرف يمشي زيها. فقال تدري ما لي في هذه الشغلة، خل ارجع على مشية القديمة. وجاي يبغى يرجع على مشية القديمة وما يعرف، صار كل ما مشى خطوتين نقز، فضيع مشيته وضيع مشية الحجلة. وأقرب مثال الغراب أنا، ضيعت الرحلة ولا سولفت مع الناس ولا. يلا الحمد لله على كل حال. وإلى هنا يا أخوان وصلنا إلى ختام سلامات هذا اليوم. صلوا على النبي تصبحون على خير في أمان الله. السلام عليكم. صح يا أخوان، نسينا لكم أن تخيلون يا أخوان إن من القروشة حتى جواد ما صورت معه. ألف 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 مبروك لأخونا جواد السويسري، الله يبارك له ويبارك عليه ويجمع بينهما في خير ويبني بيته ويسر أموره كلها. بس والله صلوا على النبي. سلام عليكم. وصورة جديدة من المشاهدات يا اخوان لليوم، في ما شاء الله تبارك الله زواج جواد، كل الناس حضروا ما شاء الله تبارك الله، ومن ضمنهم خطاط المصحف الشريف عثمان طه حضر يا اخوان، وتصورت معه الحمد لله. فبس والله صلوا على النبي. سلام عليكم.